السلام عليكم. النهارده هنتكلم برضو في موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي احنا حابين نتكلم فيها في الفترة الأخيرة، وهو الموضوع بتاع الإعلانات الخاصة بالفيسبوك والانستجرام والكلام ده كله بالمعاملة الضريبية الخاصة بيه. ليه؟ احنا كلنا اتكلمنا قبل كده في قانون القيمة المضافة على موضوع التعديل الأخير اللي تم، اللي هو كان في سنة 2022، اللي هو قانون 3 لسنة 2022. وقلنا ان هو تم تحويله من ضريبة الدمغة الاعلانات، يعني على ضريبة الدمغة على الاعلانات الى القيمة المضافة. طيب، الموضوع كله عايزين نتكلم فيه باستفاضة اكتر، ده من خلال جواب البحوث اللي هتشوفوه قدامكم على الشاشة. وده اللي كان فيه شركة من الشركات كانت بتسأل وبتستفسر عن موضوع الضرائب على الإعلانات. وهنا كان كاتب لم يقتصر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته على مبدأ الإقليمية فقط، بل تعداه للمبدأ العالمي حينما توسع بإضافة أوعية جديدة بخلاف المحررات. كما أن نص المادة 60 جاء عاما ومطلقا يسري على كافة الإعلانات متى كان الهدف منه إيصال معلومات للجمهور أيا كانت وسيلة توصيل تلك المعلومات، حيث أنه لم يخصص ممول بعينه ولم يحدد النطاق المكاني للإعلان. وعليه تستحق الضريبة متى تحققت الواقعة المنشأة للضريبة، ألا وهي الشهرة والعلنية. وعليه إعمالا لحكم المادة 60 بند 1 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، تستحق ضريبة دمغة بنسبة بواقع 20% من أجر الإعلان، وكذلك من تكلفته على الإعلانات التي تبث عبر منصة وصفحة الفيسبوك والإنستجرام خاص بالشركة سالفة الذكر، ويتحمل بعبء هذه الضريبة من عمل الإعلان لمصلحته طبقا لحكم المادة 11 من ذات القانون، وذلك حتى تاريخ 26/1/2022، واعتبارا من 27/1/2022 تاريخ العمل بالقانون رقم 3 سنة 2022، يخضع الخدمات الإعلانية ضريبة القيمة المضافة بسعر 14%. وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده في شرح القيمة المضافة والتعديل اللي تم في الفترة الأخيرة. إن أنت قبل القانون اللي هو رقم 3 سنة 2022 كان عليك ضريبة دمغة بواقع 20% على كل قيمة إعلان أنت بتعمله أو أي خدمة إعلانية أنت بتعملها، وتم إلغاء موضوع ضريبة الدمغة وبقت ضريبة القيمة المضافة. طب سؤال، أنا دلوقتي هيبقى خاضع الإعلان ده للقيمة المضافة، بس أنا الفيسبوك أو الانستجرام أو الكلام ده كله لو أنا هاخد من شركة فمفيش مشكلة بالنسبة لي، أو عبارة عن إن الشركة بتضيف لي 14% على قيمة الإعلانات اللي هي بتعملها لي أو الخدمات الإعلانية اللي هي بتعملها وبتقدم لي الفاتورة بكده. طب لو أنا بنفسي أنا اللي أنا هعمل الإعلان، لو انت بنفسك اللي انت هتعمل اعلان او انت شركة الخدمات الاعلانية اللي انت هتعمل اعلانات بتاعتك، فانت مطالب ان انت تدفع ال 14% على قيمة الاعلان. طب انا هدفعه ازاي وانا الفيسبوك والانستجرام والكلام ده كله مش موجود في مصر وملوش رقم تسجيل ضريبي؟ ده هنرجع فيه بقى للجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها، وهي جزئية التكليف العكسي. يعني ايه التكليف العكسي؟ التكليف العكسي ده ان حضرتك انت بنفسك بتدفع ضريبة ال 14% على المورد اللي انت بتعمله. يعني ايه؟ يعني المورد لو هو بره مصر ومش متواجد في مصر، والمفروض ان انت تدفع ال 14% عن قيمة الخدمات اللي انت بتعملها، في حالة الاستيراد انت بتدفعها في الجمارك عن طريق ان انت لما بتيجي تستورد من بره بتدفع ال 14% على قيمة الجمارك بتاعتك. طب انا دلوقتي خدمة هعمل ايه؟ ساعتها بتروح لمأمورية الضرايب اللي انت تابع ليها، ويبقى فيه هناك نموذج بتقدم عليه قيمة الشغل اللي انت عملته على سواء الاعلانات الفيسبوك او الانستجرام وغيره، وبتدفع عليه ال 14% بتدفعها انت. وخلال الدفع اللي انت بتدفعه ده في المأمورية، بتيجي بعد كده لما انت تيجي تقدم الإقرار الضريبي بتاعك بتحط ال 14% كأنها من ضمن التكلفة عادي خالص وتقدر تخصمها. فهو ده التكليف العكسي بالنسبة لك، انت بتدفع الضريبة عن المورد الخارجي، وبعد كده بتحطها كأنك دفعت فاتورة عادي عليها 14%، وبتخصم ال 14% دي من ال 14% من أي فاتورة أنت بتبيعها قبل كده. لو أنت طبعا مش خاضع للقيمة المضافة أو إن أنت ما وصلتش لل 500,000 وبتحطها، فده بيتحط من ضمن التكلفة بتاعتك. فدي جزئية التكليف العكسي بالنسبة لإعلانات الفيسبوك أو الانستجرام. فخد بالك، مهم جدا
ان انت تدفع ضريبة ال14% على الاعلانات دي، لان انت لو ما دفعتهاش هتعتبر نوع من انواع التهرب، وده هيستتبع في الاخر ان انت هتدفع ضريبة برقم كبير وغرامات. بالنسبة للخدمات الاعلانية خد بالك كويس قوي، في الاعلانات الفيسبوك والانستجرام والكلام ده كله لازم تدفع ال14% بتاعتها بنظام التكليف العكسي.